السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده هنتكلم عن لوحة الشرف او بالانجليزي الليدر بورد اللي احنا بنشوفها في كل حتة في حياتنا. هنناقش امتى لوحة الشرف دي بتكون ملهاش لازمة، وامتى ممكن تكون انت في لوحة شرف ومستواك وحياتك بقت في حتة تانية بسبب لوحة الشرف دي. ده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. بعض الناس منكم ممكن يقول لي ايه لوحة الشرف دي اصلا عشان انا ما اعرفهاش، وايه قصة الليدر بورد دي. لو انت بتلعب جيمز هتلاقي في ليدر بورد جوه الجيم فيها التوب بلايرز او اعلى اللاعبين في اللعبة، وفي الغالب اول واحد ده بيكون دافع دم قلبه في اللعبه او جي ام تبع اللعبه اصلا، ومش هتعرف توصل له يعني الا لما تبيع كليتك. يعني ساعات في بعض الشركات تلاقي ليدر بورد او لوحه الشرف فيها اعلى الموظفين في الشركه، من حيث بقى ان هم جابوا فلوس للشركه، عملوا شغل حلو، بيجوا في ميعادهم، ايا كان المعايير اللي الشركه بتحطها. في المدرسه واحنا صغيرين كان عندنا لوحه شرف فيها اعلى 5 طلبه في المدرسه، او اللي هم اشطر 5 طلبه بيساعدوا المدرسه، بينظفوا الفصول، بيعملوا حاجات جميله للمدرسه عموما يعني، فبيحطوا اسمه. هي دي لوحه الشرف. لو طلبت مني تعريف ساخر لفكره لوحه الشرف هقول لك ان هي عباره عن قائمه بتجمع اسماء الناس اللي انت منهم، عشان توريك ان في ناس تحتك، او تديك احساس ان في ناس تحتك حتى لو انت مش هتستفيد حاجه في الحياه. هتقول لي يعني ايه مش هستفيد حاجه في الحياه؟ هقول لك يعني انت بتلعب جيمز دلوقتي، في الليدر بورد بتاع اللعبه انت رقم 8، في 92 شخص مثلا تحتك او ايا كان العدد، انت استفدت حاجه؟ تقول لي انا فخور ان انا جوه اللعبه واد جامد. اوكي تمام. بره اللعبه في الحياه انت استفدت حاجه؟ لا. والله استفدت بقى، ضيعت وقتي، دي قصه ثانيه، ما استفدتش حاجه. بس هنا انت موجود في لوحه الشرف ورقم 8 وفخور بنفسك. الفكره هنا بقى مش ان لوحه الشرف ملهاش لازمه، الفكره لوحه الشرف دي موجوده فين. في لوحه شرف ممكن مكانتك فيها تخليك في حته تاني في العالم الحقيقي، وفي لوحه شرف مكانتك فيها حتى لو عاليه بتضيعك في العالم الحقيقي، وهو ده اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي. ليه الدماغ بتحب فكره لوحه الشرف؟ اول حاجه احساس الانجاز السريع، دوبامين هيت كده، بيجي لك خبطه دوبامين، انت كنت رقم 15 بقيت رقم 12 بعد اكشن معين عملتها، انجاز سريع، المخ بيفرح بالحاجات دي. تاني حاجه حب المقارنه والمنافسه، الانسان دايما بيحب ينافس اللي قدامه ويتخطاه. تخيل انت النهارده رقم 15 عملت البدع عشان تبقى رقم 14، حب المنافسه ده هو اللي بيدفعك تعدي الشخص اللي فوقيك عشان تبقى انت مكانه وهو ينزل تحت. يمكن المنافسه دي ما كانتش هتحصل لو انت ما شفتش مكانك فين في اللوحه دي. ساعات في ناس ما بتقدرش تعمل ده لما حاجه تحمسها، انا لو عملت ده هطلع خطوه فوق، فيبدا يعمل. في بعض الناس ما بتحتاجش ده وبتعمله، تمام جدا، بس في كتير من الناس بتحتاج الحافز ده عشان تتحرك. ثالث حاجه هو الادمان على الرقم 1. ناس كتير قوي بتعمل المستحيل عشان يفضل في مكانه، بيحس ان قيمته زادت بمجرد ما رقمه يبقى اعلى. النهارده كنت 15 بقيت 13، حس ان قيمته زادت. هرجع تاني واقول لك قيمتك زادت جوه اللعبه، هل زادت في العالم الحقيقي ولا لا؟ ده اللي احنا بنناقشه دلوقتي. هحكي لك قصه صغيره خالص. زمان من سنين كنت بلعب لعبه كونكر، وكنت مدمن اللعبه دي ونايم صاحي على اللعبه. انا مش ببالغ، نايم صاحي على اللعبه. عارف يعني ايه؟ يعني بصحى من النوم الكيبورد جنبي بعمل عليها حاجه وانام تاني. ده مصطلح حرفي كلمه نايم صاحي على اللعبه فعلا. والناتج كان ايه؟ ان انا كنت في السيرفر بتاعي كنت رقم 1 في الليدر بورد. الليدر بورد كان متقسم، اعلى الناس اللي بتعمل دونيشن، اعلى الناس في الباور، اعلى الناس في الكوستات، الكلام ده كله. انا كنت رقم 1 في 3 أو 4 حاجات من الحاجات بتاعه لوحه الشرف دي، اللي هم تقريبا كانوا 8 أو 9 أو 10 مش فاكر يعني، بس كنت رقم 1 على السيرفر، ودي كانت صعبه. هرجع تاني واقول لك ده فادني في الحياه اللي بره؟ لا. وده يدخلنا دلوقتي لانواع لوحه الشرف. تعالوا نتكلم عن نوع لوحه الشرف او نوع الليدر بورد اللي احنا بنحكي فيها دلوقتي. اول نوع معانا اللي هي لوحات الشرف التافهه اللي جوه اللعبه. انت بتدفع دم قلبك في جيمز عشان تفضل في الليدر بورد، وده بيدمرك في الحياه الحقيقيه. ازاي؟ ما هو انت عشان تبقى من التوب ريتد بلاير جوه اللعبه هتضيع وقت حياتك اصلا. ما هو عشان تبقى جامد في اللعبه وهتدفع فلوس يبقى بتخسر فلوس في حياتك، فانت جوه اللعبه توب ريتد. ومع العلم لو اتشقلبت مش هتوصل لاول 2 3 في الالعاب الكبيره جدا. في بعض الالعاب انا كنت رقم 1 فيها، بس لما تروح بقى للعبه فيها ملايين المستخدمين تلاقي نفسك رقم 100، رقم 90، وده رقم خلي بالك في وسط ملايين، بس تطلع 1 و2 و3 لو اتشقلبت. الا بقى لو انت خدت مرتبك كله دفعته ونمت في اللعبه حرفيا، ضيعت حياتك بره، ضيعت فلوسك عشان تبقى توب ريتد جوه اللعبه. طب بره اللعبه انت توب ريتد؟ لا، انت تحت السلم حرفيا. هنا الفكره انك انت موجود في لوحه شرف، بس لوحه شرف تافهه مش هتفيدك في حياتك. تخيل موقع ساخر كده مخليك رقم 1 في الضغط على الزرار 1000 مره، انت مبروك
مبروك، انت رقم واحد في الناس اللي فضلت تدوس على الزرار ده. انت دوست على الزرار 2000 مره و1000 مره، فانت رقم واحد. ايه الحلاوه دي؟ في الحياه الحقيقيه لو حكيت لحد هيفضل يضحك عليك. شفت؟ توب ريتد في حاجه تافهه، تطلع بره الناس تتريق عليك وممكن تعمل منك نكته. الحق ده اسامه اللي داس 1000 مره على الزرار، نكته، وانت جوه اللعبه او الموقع توب ريتد رقم واحد. يبقى دي اسمها ايه؟ لوحه شرف تافهه. اتكلمنا عن اول نوع معانا اللي هو لوحه شرف تافهه، وممكن نقول عليها وهميه، يعني مش حقيقيه، مش هتفيدك في حاجه. وعلى طول تاني نوع هيبقى لوحه الشرف الحقيقيه. لوحه الشرف الحقيقيه بيكون فيها انجازات بتسبب اثر في حياتك وحياه الاخرين، يعني في اثر في حياتك فعلا بيحصل. هتقول لي ازاي؟ هقول لك انت واحد من الناس شغال في مجال البرمجه، انت سوفت وير انجينير، ودخلت على واحد من مواقع البروبلم سولفنج او حل المشكلات البرمجيه، والموقع ده فيه ليدر بورد. بالمناسبه الموقع ده فيه مهندسين برمجيات شغالين في جوجل ونتفليكس ومايكروسوفت وشركات عالميه كتير. عايز اقول لك ان انت ليك مكان في الليدر بورد، بس ممكن تكون رقم 3 مليون 4 مليون مثلا. كل يوم بتحل مشكله من المشاكل دي، بتتطور في الليدر بورد وبتعلى. فجاه تلاقي نفسك بقيت رقم مثلا 100,000، بعدها بقيت رقم مثلا 10,000، وصلت بيك ان انت بقيت رقم 100 على الموقع ده في وسط مهندسين العالم دول كلهم. الكلام ده بيعود عليك في الحياه ولا لا؟ طبعا بيعود عليك في الحياه. المشاكل اللي انت بتحلها دي اولا بتاثر عليك في الحياه، بتخلي مستواك البرمجي يتطور، بتنقلك من مكان لمكان. الشركات العالميه بتهاير وبتعين الناس بناء على مهاراتهم في الكريتيكال ثينكينج وحل المشكلات. يعني انت بتتطور اهو. الناس اللي رقم 1 ورقم 2 دول اعتقد ان هم مهندسين ماسكين الاقسام بتاعتهم في شركات عالميه، حتى مش موظف صغير لسه داخل. يبقى الرانك ده جوه الموقع توب ريتد، وفي الحقيقه توب ريتد برضه، وشغال في شركه عالميه، وفي تزامن بين الرانك ده وده. ممكن تلاقيه ماسك قسم كامل في شركه زي جوجل وتحته مهندسين كتير جدا، وهو في الموقع ده رقم 2 أو 3 مثلا. فكده يبقى هنا مش عكس هنا انت توب ريتد وهنا توب ريتد. تخيل موقع من مواقع بيع الكورسات، شخص بيشرح كورسات برمجه او اي كورسات في اي مجال، والشخص ده من التوب ريتد في الموقع بتاع الكورسات ده. هو وصل كده ازاي؟ بكميه الكورسات اللي هو بيشرحها. كميه الكورسات اللي هو بيشرحها دي بتطور مستواه هو اولا، وبتغير مستواه في الحياه الحقيقيه. الفلوس اللي بيكسبها، العلم اللي بيكسبه عنده، فهو توب ريتد هنا وتوب ريتد بره في العالم الحقيقي. مفيش اختلاف هنا، ما بيضيعش وقته. اوعى تقول لي ان انت جوه اللعبه لما توصل تبقى رقم 1 وتصرف كل الفلوس اللي معاك هتطلع العالم الحقيقي بمهارات اللعبه الناس تخطفك. هم ممكن يخطفوك يحبسوك، بس مش هيخطفوك يعملوا بيك حاجه. انما حد يستفيد منك بمهارات اللعبه دي، لا، اللعبه دي بتسليك، بتضيع لك وقتك. كل ده انا موافقك فيه وما عنديش مشكله، انما مش هتفيدك في العالم الحقيقي. دي لوحه الشرف التافهه الوهميه. موقع ستاك اوفر فلو فيه ليدر بورد ولوحه شرف. شوف الناس اللي في الاول دول شغالين فين. اول واحد اخر مره شفت الليدر بورد اسمه جون سكيت، ده اسطوره ماشيه على الارض. لو قعدت تقرا عنه انت اصلا هتتسحل يومين 3 في الحاجات اللي هتقراها. ده راجل مؤلف كتب. مش شرط ان هو رقم 1 هنا يبقى رقم 1 مثلا على شركته او في الوظيفه اللي هو فيها، بس المهم ان هو هنا من التوب يوزرز، وفي الحياه من التوب يوزرز برضو. يعني دي مش عكس دي زي الجيمز. وجوده هنا رقم 1 غير حياته الواقعيه وكسب كتير، حياته اتغيرت، مستواه اتغير، بقى في حته تانية. دي لوحه الشرف الحقيقيه اللي وجودك فيها بينعكس على الحياه اللي انت عايش، ودي اللي انت لازم تدور عليها. بتحب الليدر بورد وبتحب لوحه الشرف، ابدا حاول تظهر نفسك في لوحه الشرف الخاصه بمجالك اللي انا معرفوش. في مجال البرمجه خش على مواقع حل المشكلات وحل مشاكل لحد ما تبقى في التوب يوزرز بتوع المواقع دي. وقتها هتلاقي في الحياه حياتك اتغيرت خالص، مستواك في التفكير، الوظيفه اللي انت كنت فيها هتبقى في وظيفه اعلى، لما تروح تقدم في شركات اعلى حياتك بجد هتتغير، عشان انت دورت على الليدر بورد الصح او لوحه الشرف السليمه. قبل ما تجري ورا اي ليدر بورد اسال نفسك، الليدر بورد دي وجودي فيها هيفيدني في حياتي الحقيقيه ولا لا؟ اسال نفسك سؤال تاني، الليدر بورد دي ممكن اكشن واحده تحذفها ولا لا؟ تقول لي ازاي؟ هقول لك اللعبه دي لو انت مسحتها خلاص في ليدر بورد مفيش، سلام عليكم. اللعبه دي لو اتعمل لك فيها بند مش هتعرف تدخلها تاني. في مكان لسه ليك في الليدر بورد هيبعتوا لك خطاب تهنئه، لا سلام عليكم، خلاص باي باي مع السلامه. انما لو انت في موقع من مواقع حل المشكلات او اي موقع في مجالك في لوحه شرف، مستواك في يوم هتصحى من النوم تلاقي كل اللي انت حليته ده طار، مستواك اتصفر، لا مفيش. تعرف ان في ليدر بورد في الالعاب بتتصفر كل اسبوع، يعني تطلع رقم 1 الاسبوع اللي بعده تتصفر وترجع تعيد تاني، ترجع تدفع فلوس تاني، والبيزنس موديل بتاع شفط الفلوس اللي عندهم ده فرق شاسع. هنا انجازات وهميه تافهه بتطير بضغطه زر، بتطير بتاتش انك تحذف البرنامج او تحذف اللعبه اللي انت شغال عليها، لكن الانجازات الحقيقيه ما بتتحذفش بضغطه زر. وبس كده يا صديقي، فقره الايتمز معانا ايتم واحده بس النهارده.
النهارده، عجبتني في محل جيمز فقلت اجيبها. انا ما بحبش الانمي، اول حاجه متفقين كده نبدا نتخانق انا ما بحبش الانمي، بس في حاجات هم بيعملوها في الحضاره بتاعت اليابان والصين والدول دي انا بحب الحضاره، انما انا ما بحبش الانمي. تقول لي دي عكس دي يعني، مش عارف، انا ما بحبش الانمي. دراجون بول زد ده كل معرفتي بيه الاسم بس، وفي تيشيرت عندي جايبه اسمه دراجون بول زد. الانمي نفسه ما شفتوش وما بحبوش ومش عايز اشوفه. انا عجبني الباكج الحلوه دي، لقيتها في محل اسمه مش عارف، مش فاكر اسمه ايه. عباره عن ايه؟ عباره عن كوبايه، هوريها لكم دلوقتي. هي اللي عجبتني، جوده الكوبايه عجبتني جدا اهي. في مره كنت بفرج حد على الكوبايه في فيديو، عفوا كنت بعمل الكوبايه هي راحت وقعت اتكسرت والفيديو ده اتحذف يعني الحمد لله. الكلمه الصينيه المكتوبه مش عارف ايه، بس لو شتيمه الله يعني يسامحهم. تاني حاجه عباره عن نوت الاستاتيك طالع من البلاستيك. نوت جودتها لطيفه، مش حلوه قوي ولا وحشه قوي اهي. تالت حاجه كاتبين عليها بن، فهي غالبا اللي هو اللي بتثبت الحاجات على السبوره اهي، بتثبت الحاجه كده على السبوره وبس كده. ما عندناش ايتمز تاني النهارده للاسف. يا رب يا جماعه الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.